عشان كده الكنيسة جت صلاة الأبانة، المسيح وضع كل الصلوة، وجت الكنيسة في الآخر خالص ضافت من عندها اللي هو كنا قاعدين كده، بص كانوا قاعدين، الكنيسة كانت قاعدة كده، ما تيجي نضيف على الصلاه دي. معلش يسوع ما كانش قادر يقولها، انت عارف يسوع متواضع، يسوع اله جميل متواضع قوي، ما كانش يقدر يضيف جمله بالمسيح يسوع ربنا، فاحنا نضيفها احنا عادي، فيها ايه يا جماعه؟ المسيح وضع كل الصلوه، وجت الكنيسه في الاخر خالص ضافت من عندها بالمسيح يسوع ربنا. حصل بالمسيح نضيفها عادي، فيها ايه؟ الكنيسه قادره تضيف، فيها ايه يعني؟ اللي خلاكم تضيفوا على الانجيل مش هتضيفوا على الصلاه الربانيه؟ يعني ده انتوا ضفتوا عليها بعين بجحه وبتقولوا كده، بتقولوا احنا ضفنا. هم ما غيروش في الكتاب على فكره، لا هم غيروها كده بشكل شعبي، يعني مستحيل تلاقي واحد مسيحي بيقول الصلاه اللي قالها يسوع، لا مش هتلاقيه الصلاه، مع ان هو بيقول لهم صلوا هكذا. طب هل هم صلوا هكذا؟ لا ما صلوش هكذا. امال صلوا ازاي؟ بالمسيح يسوع ربنا. الاضافه مين اللي عملها دي؟ الكنيسه. كل حاجه نطلبها في اسم يسوع وباسم يسوع ولاجل يسوع. يسوع البار الذي اتى وصنع التدبير ومات عني ودفع الدين عني علشان ينزع عني الموت والخطيه، وكل ده وما قدرش يقول نفسه عن نفسه بالمسيح يسوع ربنا، فقال لك خلاص انتوا اجتهدوا وحطوها، مفيش مشكله، انا مسامحكم، صح؟ والعار والعصيان، وبرضه ما ضافش النص. ويغسلني من الدنس ومن الشر ومن الفساد. والله ما في دنس اكتر من انك تعبد خمره. ويردني مرة تانية إلى حرية مجد أولاد الله. وبرضه ما ضافش النص بتاع بالمسيح يسوع ربنا، عمل كل ده ونسي يضيف النص ده. المسيح اليوم يكلمنا عن نفسه أنه هو الحق الحقيقي. أيوة، ليه ضفت النص برضه؟ إيه علاقة؟ أنا مش فاهم بالله عليكم أنتوا، أسألكم بالله، حد سمع رد هم إزاي يضيفوا على الصلاة بتاعتهم؟ يسوع بيقول لك صلي كده، ما تصلي كده، بتجود ليه؟ بتجود ليه عليها؟ يسوع بيقول صلوا هكذا، صليت هكذا؟ لا، غيرت فيه.